السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني. النهاردة جاية لكم وصفة أمهاتنا زمان كانت بتعملها، سبانخ باللحمة المفرومة. المكونات معايا اهي زي ما شفتوها: الصلصة والبصل المبشور واللحمة المفرومة والبهارات والسبانخ اللي أنا مفرزاها بتاعت السنة دي طازة بتاعت السنة دي، يعني لسه اللي متفرزة السنة دي. بص اهي، بص انا ضغطاها في الكيس مطلعه منها كل الهواء، عشان كده هتلاقيها خضرة زي ما يكون لسه اللي عاملاها اهو. النار دي يا جماعه مش عارفه اعمل فيها ايه، غيرت لها كوش كتير وبرضو بالطريقه دي، بس ان شاء الله هغير لها كوشه تاني جديده ونشوف الدنيا. الاول هننزل بالبصل هندبله. بس يا جماعه احنا بنحب الوصفه دي جدا، يعني احنا بنعشقها. ليه؟ لانها بتدفي في الشتاء وبتشبع، جنبها مكرونة جنبها رز. يعني انتوا هتشوفوا في الوصفة دي ان انا هعمل جنبها مكرونة، وبعد كده بعد ساعة ابني خلاني عملت رز تاني جنبيها. بص انا دبلت البصلة، حطيت عليها زيت لان هو بيحب الرز اكتر من المكرونة، حطيت عليها سمن وايه هنشوحها لحد ما لونها يصفر. شايفين اهو. بعد كده هننزل عليها باللحمة المفرومة اهي. الكيس اللي انت شفتوه ده بتاع السبانخ ده وزنه نص كيلو، حاطه قصاده ربع كيلو لحمة مفرومة، يعني ده ربع كيلو قصاد النص كيلو سبانخ. انا بس ضغطاه في الكيس فهو مش باين قدامكم، بس ده نص، هتشوفوه لما هطلعه من الكيس وهفرمه بالسكينة لان الكبة عندي بايظة، عملته المرة دي بالسكينة. بصوا دبلت البصل وحطيت عليها اللحمة المفرومة وهحط البهارات بتاعتها اهي. ده فلفل اسود، ملح، شطة ومرقة اهو. يعني انا حطيت كمية البهارات دي، مش هحط بهارات تاني غير في الاخر لما ادوق الاكلة اهو. هنقلب فيها لحد ما نلاقي ان المية بتاعت اللحمة نشفت. بعد كده هحط الصلصة دي انا مفرزاها في البيت عندي، يعني الصلصة دي انا مفرزاها من تفريزات رمضان اهي. شايفين السمك بتاعها عامل ازاي؟ انا منشفه منها الميه، كميه الميه خالص، ومصفياها مرتين عشان تبقى بالطريقه دي، ومسوياها يعني الصلصه بتاعتي مستويه اهو. هنسيب الصلصه وبعد كده ادوها السبانخ دي الكميه ده نص كيلو، يعني ده نص كيلو سبانخ اهو. بعد ما فرمته بالسكينه لان هو طلع كتله واحده من الكيس لانه متفرزه اهو، بس ده نص كامل يعني اهو. ده صوت العربيات لان احنا ساكنين على جسر سريع، فده صوت العربيات، تاخدوش في بالكم يعني. مهما احاول ادار الصوت مش بعرف، لاني ساكنين على طريق سريع والعربيات رايحة جاية. هفضل اقلبها لحد ايه ما تتشرب من الصلصة باللحمة المفرومة، وهسيبها تتسبك شوية. بعد كده شايفين الحلة دي اللي دايما بحط فيها المية علشان اغليها في كل اكلاتي، لحد ما نشوف هنجيب الكتل. والله يا جماعة انا عايزة اجيب الكتل ليا فترة، بس خوفيني منه لان بيعمل حوادث كتير وكمان بيسحب كهرباء كتير، واحنا شغالين كهرباء كارت مش عداد زمان اهو.
هزودها حبة حبة لحد ايه ما تتسبك. والله انا زهقت من اللي عندي بصراحة، مش عارفة ايه حلها، مع اني بحب اطبخ عليها علشان بتنجز لي في الوقت، لانها اكبر عندي. هسيبها هغطيها تتسبك واجهز لها الطشة بتاعتها. بصي الطريقة دي هتدوقي احلى سبانخ باللحمة المفرومة والله. عايزاكي بس تطبقيها بنفس التكات بتاعتها هتلاقيها تحفة، وهتاكلي منها وهتدعيلي، ولا تحسي بمرارة السبانخ، ولا هتحسي ان السبانخ مش مرغوبة. في ناس كتير مش بترغبها ومش بتحبها، بس احنا بنحبها بالطريقة دي اهي. احنا بنحبها يبقى فيها شوربة شوية علشان نعرف نشربها بالمعلقة، ونحط على الرز كمان. اهي بعمل الطشة بتاعتها. الطشة بتاعتها عبارة عن توم مفروم وزيت وسمن، او زيت بس زي ما انت حابة بتطبخي الحاجة اللي انت بتطبخي بيها. والاخيرة دي شوية كزبرة ناشفة، واهو هطش السبانخ اهي. تحفة، ريحتها تحفة. لو وصلت معايا هنا يا قمر اعملي لي اشتراك ولايك وكومنت حلو منك، وتقولي لي ايه رأيك في السبانخ بتاعتي اهي. بصي كده هتعوز حبة صغيرة خالص ملح اهي، هحط لها حبة الملح وهي كده تمام اهي. هغطي عليها تغلي لها غلوتين وبعد كده هطفي عليها. بص قوامها اهو كده، هطفي عليها بعد كده. هنيجي هنا للمكرونة. بصوا المكرونة انا عندي يعني في كل كيس حبة مكرونة، فانا بخلص المكرونة القديمة عندي عشان المكرونة الجديدة اللي هجيبها لرمضان تبقى كلها جديدة، ما عنديش قديم. فانا ايه دول نوعين مكرونة انا خلطهم على بعض، اللي هي المكرونة اصغر مقاس والمكرونة هلالية، فقلت اعملهم بالمرة عشان اخلص منهم. بس ابني طبعا عشان مش بيحب المكرونة خلاني بعد ما اكلت انا وبنتي اعملي رز يا ماما بالشعرية، رحت عملت له رز بالشعرية بعد ما قفلت الفيديو اهو. شايفة انا بحب المكرونة يكون فيها صوص، يعني اكلها ما تكونش ناشفة، فاهميني؟ انا بحب اعملها كده. حطيت لها المرقة بتاعتها وفلفل اسود وملح بس، على كده هتبقى حقيقة وطعمها تحفة اهو. هسيبها تتشرب بعد كده وهوريك هتبقى عاملة ازاي. هنقولها طبعا على العين دي لان العين دي وانا بحط لها المية بتاعتها المغلية، تعرفي النار بقت واصلة لاخر الجزاز بتاع البوتاجاز ده، فبصراحة رحت نقلتها على العين التانية لحد ما تستوي، لحد ما اشوف حل للعين دي، لان مش هتنفع معايا كده في رمضان. بصوا انا رحت جبت لها كوشة ولسه عندي موجودة، بس ما طلعتش على المقاس بتاعها. المكرونة كده اتشربت وخلصت. تعالوا بقى شوفوا الاكل اهو اهو. ايه رأيك ان الاكل ده مش داخل فيه شوربة خالص؟ الاكل ده معمول بمية من الحنفية مغلية كله، بس هتدوقي احلى اكل والله. زي ما بقولك كده جربي وشوفي اهو. وادي المكرونة، بصوا المكرونة هتبقى ازاي بالصوص بتاعها، ما بتبقاش ناشفة. احنا بنحبها بالطريقة دي
اهي. بصوا يا جماعة، احنا ما بنحبش المخللات او اي مقبلات جنب الاكل. يعني المخلل انا مش بدخله في اكل اليومي. بس تحفة والله، تحفة ما شاء الله على الاكل. عايزاك تجربي وتقوليلي، وما تنسينيش في الاشتراك واللايك وكومنت حلو منك. يلا، سلام عليكم، باي.